أهلا وسهلا بكم في مطبخ أم فارس. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نحضروا مع بعض فلفل حار مرقد مخلل بطريقة سهلة سريعة، طريقة إكسبرس. بسم الله. عندي كمية من الفلفل الحار، عندي الملح، الخل، سنينة الثوم، شرائح ليمون. نبدأ نحضر في الوصفة. الحاجة الأولى اللي نديرها أني نفتح حبات تاع الفلفل الحار بالموس بهذا الشكل، باش من بعد كي نحطو في البلارة يدخلوا له السوائل اللي نحطهم بهذا الشكل. نكمل كامل الحبات. النوع تاع الفلفل اللي تحبوا ديروه، تنجح الوصفة بكامل أنواع تاع الفلفل الحار. هنا أنا غليت الماء، نحط فيه الفلفل الحار ونخليه 3 دقائق في هذاك الماء. بعد ما نغلي الماء نطفي النار ونخلي الفلفل 3 دقائق في هذاك الماء. ومن بعد نروح نحضر خليط الملح والخل. عندي كمية من الملح، الكاس تاع 150 مليلتر، ونفس الكمية خل. تحبوا تستعملوا الخل الأحمر ولا الخل الأبيض. ندوب شوية الملح في الخل وما يدوبش كامل، بالضراب اليدوي هكذا نحركه مليح. هنا خلاص جازت 3 دقائق. دوك نصفي هذاك الفلفل في الكسكاس، والماء هذاك نحتفظ به خاطر به اللي راح نرقد الفلفل، ما نرموهش. نجيب بلارة تاع الزجاج معقمة طبعا، وماذا بكم ما تستعملوش بلاستيك، زجاج صحي أكثر. نحط كامل الكمية تاع الفلفل داخل البلارة، نزيد فوقها هذاك الخليط تاع الخل والملح، والملح اللي يبقى نكمله كامل، نكمل نفرغه بهذا الشكل. من بعد نزيد الإضافات الأخرى اللي هي أوراق رند وسنينات الثوم. نتوما الحبات تاع الثوم والرند على حسب الكمية تاع الفلفل. أنا درت رطل فلفل حار برك. شرائح حبة قارص قطعوها لشرائح وحطوها مع الفلفل. ندخلوا مليح المكونات كامل، نهبطوهم قبل ما نبدأ نفرغ في الماء هذاك اللي حطيت فيه الفلفل، هو اللي يترقد فيه. نحط كامل الكمية تاع الماء، وماذا بكم يتغطى الفلفل بهذاك الماء. نكملها كامل. من بعد نزيد نهبط الفلفل وهادو كامل المكونات. من بعد قبل ما نغلقها نجيب كيس بلاستيكي نطويه على زوج ونحطه في الفتحة تاع البلارة، ونزيد نغلق بالغطيوة تاع البلارة هكذا باش الفلفل يترقد مليح. ونبدأ نقلب في البلارة بهذا الشكل باش الماء كامل يدخل في الفلفل، الماء والملح والخل كامل المكونات. ونخليها فوق سطح العمل ليلة كاملة يترقد فيها هذا الفلفل. بعد ليلة كاملة شوفوا النتيجة، الفلفل تبدل لونه وترقد وراه واجد. بكري كان الفلفل كي يترقد يقعد 10 أيام 15 يوم باش يترقد الفلفل. هذه الطريقة ناجحة 100%، والفلفل يترقد
ومدة الصلاحية طويلة. شوفوا النتيجة، ترقد بطريقة هايلة، راه واجد باش ناكلوه. شوفوا معايا كيفاش ولا اللون تاع فلفل مرقد، هذاك اللي نشوفوه يتباع. شوفوا النتيجة، شوفوا كيفاش راهو طايب وترقد. راهو واجد. الفلفل المرقد هذا ولا البلارة تقدروا تخلوها فوق البوطاجي عادي، وإلا حبيتوا احتفظوا بها في الثلاجة. اللي يحبوا الحار المرقد ديروا هذه الطريقة وتمتعوا. شكرا على المشاهدة، وما تنسونيش بالدعم واللايك. ربي يحفظكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.